السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في تخطيط لشهر شعبان 2026. المهم هذوما جوانب اللي حكيت عليهم في آخر فيديو. الجانب الروحي باش نركزوا عليه هو تنظيم العبادات، عندنا التجهيزات الخفيفة للمطبخ وبما فيهم معناتها التحضيرات المسبقة في التخزين والكل. المهم فما أفكار لتصبير الخضروات وعندنا أفكار لمشتريات زاد حاجات ناقصتنا وتجهيز لرمضان. كيف النقطة الرابعة هي تنظيم الوقت بطريقة بسيطة باش نعملوها إن شاء الله. أهم المواعيد باش نبدو بها، أول حاجة قلت إن شاء الله ربي يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. حبيت نركز كي الأمور كلها تبدأ مع بعضها، خاطر فما امتحانات وفما معناتها ياسر مواعيد مع بعضها. المهم أهم المواعيد والتواريخ عندنا، أول حاجة نكونوا حاطين نقاط على الحروف. رمضان إن شاء الله باش يجينا 18 19 فيفري، عيد الفطر باش يجينا في 19 مارس، عطلة نصف الثلاثي الثاني 2 فيفري حتى 8 فيفري، والامتحانات الكتابي باش تكون 23 فيفري حتى 4 مارس 7 مارس، وعطلة الربيع باش تكون من 16 حتى 29 مارس. معناها لهني باش نكونوا هكا منظمين وقتنا وعارفين رواحنا معناتها بالضبط، برامجنا تكون واضحة. بالنسبة للعيد، بالنسبة لرمضان هو والامتحانات الكتابي يكونوا بريسك يعني امتحانات في أول رمضان باش تكون تجهيز للامتحانات. باهي العطلة هذه اللي هي في وسط شعبان 2 فيفري حتى 8 فيفري، يعني هذيك زاد نعملوا فيها برنامج هكا تكون في موجود فيها تنظيم الوقت بطريقة بسيطة. هذه باش نعملوا فيها ننظموا فيها وقتنا، نستغلوا فيها شوي تحضير للصغار الامتحانات، شوي تحضيرات رمضان. المهم هكا نكونوا كي نعملوا تواريخ كما هكا نكونوا مركزين امورنا ما تعرفين ارواحنا علاش قادمين عاملين برنامج واضح للبرنامج للشهر هذا شهر شعبان. بالنسبة كما قلت لكم الجانب الروحي وتنظيم العبادات، اخترت أنني نعمل بالجدول اللي عملته العام اللي فات، جدول العبادات تحدي شعبان. هذا كان فيديو عملته معاكم، كان ترجعوا تشوفوه. المهم هذا الجدول عجبني ياسر، فيه العبادات اللي موجودة، هذوما الطاعات اللي باش نلتزموا بيهم: التزام بالصلاة الفجر، صلاة الضحى، المحافظة على الصلوات في أوقاتها مع صلوات النوافل، وقيام الليل يكون واحدة حتى ركعتين بعد صلاة العشاء طول مباشرة، قراءة ورد من القرآن يومي حتى صفحة من القرآن، أذكار الصباح نحافظوا عليها هي، وأذكار المساء كدرع يومي لنا مثلا للتحصين يومي. وفما زادا هني خصص لك ذكرا كل يوم، مثلا سبحان الله والحمد لله استغفر الله الصلاة على رسول الله، نختاروا مرة كل مرة ذكر ونلتزموا به يوميا، هيك ما تختار يكون خير. سنة الإكثار من الصيام في شعبان كما جاء في برشا أحاديث، والحديث اللي قلت لكم عليه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وشهر شعبان شهر أو شهر ترفع فيه الأعمال عام كاملا، مثل العام الكل أعمالنا الكل ترفع في هذا الشهر، وإن شاء الله يا ربي يعني يعاوننا أن نكون من صيام إن شاء الله. وباهي والحاجة الأخيرة عملت حضور لمجالس الذكر اللي هي منها استماع إلى بودكاست، قراءة كتاب ديني أو معلومة دينية يومية تكون عندنا تخلينا تحفزنا وتزيدنا في يعني تقوي إيماننا إن شاء الله. هذا بالنسبة للجانب الروحي وتنظيم العبادات اللي عملته معاكم هذا عام نول. نجي بعد لهني السلوك، وقت عملت لازمنا نغيروا من سلوكنا، يعني نحاولوا في الشهر هذا أن نركزوا على تهذيب سلوكنا، لا أكذب، لا أغتب، لا أغضب. هذوما يعني حاجات كان نبقوا نخموا فيهم ونركزوا عليهم. وأغض البصر عن المحرمات، أتصدق ولو بالابتسامة. هذه يعني سلوكات نتبعوها ونحاولوا هكا نحسنوا فيها في رواحنا. ولاني عملت لا ننسى التدوين اليومي، أنا نكون عندنا كما هكا مثلا ورقة وستيك. بالنسبة للتدوين اليومي كما قلت لكم كونوا محافظين على يعني مسكنا للقلم بورقة وستيلو أو يعني قلم ودفتر أو متتبع العادات، كما مثلا العادات الجدول هذا متاع العبادات، أو مثلا تخطيطنا اليومي، يعني مثلا الشراء المشتريات الحاجات اللي ناقصتنا، ندخل للمطبخ مازلنا الحاجات هذيك باش نتطرقوا لها إن شاء الله. حبيت نوريكم لهني زاده كيف جدول عملته متاع تخطيط شعبان للعام اللي فات. قسمت على 4 أسابيع للشهر شعبان. وبالنسبة للأسبوع الأول عملت فيه تخطيط الميزانية الشرائية، يعني نخطط ايش عندي وايش ما عنديش، نبدأ نحضر في المشتريات للأسبوع اللي من بعده أو آخر الأسبوع، معناتها بعد ما نتعدى بالمراحل هذوما اللي هما مثلا يعني حاجة وحويجة ننظف وفي نفس الوقت نرتب.
ننظف كما قلت لكم تنظيف خفيف للمطبخ، يكون مثلا تنظيف وترتيب مكان الخزين. وقت اللي ننظف ونرتب مكان الخزين أكيد باش نعرف روحي اش عندي واش ما عنديش واش ناقصني بالضبط والكل. نكون وقت على جنب ورقة وستيلو ونقيد المشتريات اللي باش ناخذهم. كيف تنظيف وترتيب الثلاجة والغاز والفرن عملتهم لهنية هذوما الكل. وفي ترتيب وتنظيف في الثلاجة أكيد باش نعرف زاد كيف شنو الحاجات مخزنتهم اللي عندي واللي ما عنديش واللي باش نعملهم، ونقيد الناس اللي ناقصني. وتحضير مسبق باش يكون من بداية الأسبوع الأول، تحضير مسبق للخضر والعصائر للتوابل الحاجات اللي ناقصتني. تو نوريكم حاجات كمقتطفات حاجات اللي عملتهم الكل في آخر الفيديو مقتطفات، وإن شاء الله نكملوا بقية الفيديوهات أخرى إن شاء الله، نزيدوا مع بعضنا نشارككم للتنظيم والترتيب هذا الكل. بالنسبة للأسبوع الثاني كيف يكون أسبوع مشتريات الحاجات الناقصة في الأكل وفي المطبخ والخزين والكلها. تنظيف وترتيب مكان الصحون والكؤوس، اخترت أني كي وقت كل أسبوع ناخذ ركن معناتها في المطبخ، ما نشدش الكل مع بعضها بحكم الحمد لله الواحد ينظف على طول، لكن أنا كل مرة ناخذ معناتها مكان ركن نعمل فيه زاوية من زوايا المطبخ. تنظيف وترتيب مكان الطناجر والعلب البلاستيك، قسمت حسب تقسيم للمطبخ متاعي. انتم كل واحد وكيفاش حسب تقسيم المطبخ اكيد الخاص بيك باش تعرفي روحك يعني بالضبط شو الحاجات اللي باش تبدي بها الاولى والكل وتكملها. تنظيف وترتيب تحت الحوض ما ننسوش يعني الكوانات والكلهم. وبالنسبة لهني زاد جدول، عملت جدول للعبادات يتبع متتبع العادات لهني اللي عملته معكم في هذا الجدول باش نكون في كل أسبوع نبقى نتبع به. في الأسبوع الثالث عملت المشتريات كيف كان فما حاجات زاد ناقصة نزيد نكمل ناخذها. تنظيف وترتيب بقية غرف البيت بما فيهم زاد الحمام عزكم الله. الأسبوع الرابع هكا يكون أسبوع هكا يعجبني ياسر، يعني أسبوع قبل رمضان يكون فيه كما كتبت لهني تعظيم شعائر الله وإضافة أجواء روحانية في البيت اللي هي مشاركة العائلة في تزيين الأماكن الكل وصنع زينة لرمضان. العام هذا مع الامتحانات ما نظنش نحاول الواحد يضيف الجو الكل باهي للعائلة وللصغار، لكن يعني في صنع يعني مع بعضنا والكل تو الموجود عندي إن شاء الله تو نستعملوه للمشاركة كي نزينوا به الأضواء أو الزينة الموجودة معناتها إن شاء الله تو نشارككم حاجات كي تضيف لنا أجواء جميلة، وكما قلنا هي كلها تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. حبيت نشارككم تعليق جاني في الفيديو اللي فات من أخت مريم، حاصله خلاني هكا نتوقف ونراجع روحي. الحقيقة كنت ناوية نعمل مخطط جديد وجدول عبادات جديدة لشهر شعبان، أما كي رجعت خدمتي متاع العام اللي فات لقيت اللي هي معناتها الحق خدمتني وكانت مناسبة لوقتي وطريقتي ولظروفي معناها، وحسيت هذا العام اللي فات نجحت حتى معاكم انتم كيف في الفيديو اللي عملته في تخطيط شهر شعبان. قلت علاش لا تبقى كما هي من غير ما نبدل حاجة نجحت معاي معناتها، فحبيت نعاود نشاركها معاكم مش على خاطرها هي قديمة والكل ولا يعني دخلت باش نعمل حاجة جديدة، لكن على أساس يعني حاجة صحيحة ديما تبقى تصلح. شعبان شهر ترتيب وتجهيز وخاطر هو الشهر اللي يسبق رمضان مباشرة، مش شهر ضغط ولا تكاليف ولا باش نتعبوا فيه رواحنا، كل واحد فينا يخدم على قد طاقته، كل واحدة هيك تشوف طاقتها واللي يناسبها وعلى قد ظروفها وباللي ينفعها هي، يعني هي تعرف روح ايش ينفعها واش ما ينفعهاش. وان شاء الله يكون التخطيط هذا عون لنا يا ربي كامل باش نوصلوا لرمضان وقلوبنا هادئة وأيامنا مرتبة إن شاء الله، وربي يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله يا رب. حاجة من الحاجات اللي باش نشاركها معاكم هذه الكركم، بديت تخذيت هنا 2 كيلو باش نرحيهم. ننصحكم معناتها تاخذوه كما هكا وترحوه في الطاحونة خير من اللي تاخذوه مرحي، والكل يكون هكا طبيعي أكثر ويعطي قوة باهية وحتى المنفعة يكون أنفع ويشد لكم برشا معناتها زاكي ياسر كيف ترحوه، حتى اللون متاعه يكون باهي خير من اللي ناخذوه حاضر معناتها مطحون حاضر، ريحة وطعمة ومنفعة وحتى اقتصاديا معناتها تجي تشوفوها تلقوها خير، تاخذوه كما هكا خير من اللي يكون حاضر في كل شيء يعني خير. يعني من اللي بديت نعمل هكا ما عادش ناخذ الا للضروره ما يكمل علي، ناخذ هكا طريف ناخذش ياسر باش نعول منه من جديد. حاجة أخرى زاد لهني شديت بيت البروكلو، قلت نخلي منه شوي للرمضان نعمل منها يعني في بيت الثلج، تو نعطيكم طريقة كيفاش نخزنوه بالضبط إن شاء الله نشاركها معاكم. ولهني إن شاء الله في الشهر هذا اخترت أني زاد نعمل بسيسة معاكم إن شاء الله ربي يقدرني ونشاركها معاكم، نحمص شوية عدس هكا وحاجات هكا يعني خذيتهم من البسيسة إن شاء الله نستحقها في رمضان. حضرت لهني معاكم زاد عصير مركز للليمون سيترونات ان شاء الله يا ربي، هذه من بين الحاجات التحضيرات المسبقه لشهر رمضان.
إن شاء الله تو نشاركها معاكم كان حبيتوا إن شاء الله في فيديوهات جاية إن شاء الله. وبهيك نكون وصلت بكم لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. حصلوا اني نسجل في المونتاج دخل علي ولدي بالمجسم هذا متاع الكعبة الشريفة، ان شاء الله يا ربي يوصلنا لها ونزورها امين يا رب العالمين اجمعين ان شاء الله. حصلوا هذا كان امتحان التكنولوجيا متاع، وعمل الفكرة هذه كان المطلوب منه مجسم متاع اي بيت حاجة هيك مبنى ولا كيفاش، وهو اختار الفكرة اللي هو يعمل كعبة، فعاونته شوي بالفوانيس عطيته باش يزيدهم اكثر هيك جمالية، والكل ما شاء الله عجبني على الاخر. هذاك هو، هذا هو المجسم عجبني، قلت لها هيا في مرة واني نخلوها زينة لرمضان إن شاء الله، نخلوه كما هو كما هكا. نتقابلوا في فيديو جاي إن شاء الله، إلى اللقاء، سلام.